سبكنا طماطم وحطينا عليها زبدة وثوم، ونقلب كده التسبيكة كده وندخلها الفرن على طول، فرن سخن شغال معانا. ايه رأيكم في الجمال ده؟ هنحط الصلصة كده عليها وندخلها الفرن. وما تنسوش تشوفوا القناة وتشوفوا الطريقة دي على القناة عندي. الله 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 على جمال الخضروات، شايفين الجمال؟ ايه رأيكم بقى في البتنجان ده؟ يتاكل ني كده، وفايدته لما تاكليه ني. ايه رأيكم في الجمال؟ يلا بقى تعالوا كده نعمل مع بعض صينية مسقعة غير الطريقة التقليدية اللي احنا عارفينها، اللحمة المفرومة والصينية العادية اللي احنا بنعملها كل مرة. هنعمل بقى بطريقة تانية، تعالوا كده اما نشوف هنعملها ازاي. لكم بقى من المسقعة التقليدية، يلا نعمل بقى المسقعة بالطريقة بقى الجديدة. هنعمل معاكم كده صابع كفتة. عملنا كفتة في الفرن البوتاجاز، سويناها كويس وعملناها في فرن البوتاجاز. هنلف كده، هنجيب كده قلينا بتنجان، جبنا البتنجان الى شرايح كده زي ما انتم شايفين رقيقة. هنلف كده مع بعض، بقت مسقعة بقى ايه الملفوفة كده. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ شايفين؟ خلاص كده. هنجيب بقى معانا هنا كام صابع كفتة فاضل، هنحطهم كده. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ معانا هنا يلا حبايبي قولوا لي رأيكم بقى في صينية المسقعة دي. يلا عايزة التعليقات بتاعتكم وعايزة اللايك الحلو، وما تنسوش اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.